بعد ما عاشت حياتها مع الألفة ورماها، راحت للخروف البيتا اللي هيرضى بيها وبقرفها. ودي كانت حكاية صورة منتشرة لواحدة وهي في سن العشرينات، متصورة مع واحد غني ومشهور معروف انه بيجيب حريم بفلوسه، وتقريبا 99.9 من ثروته من القمار برضه. لا، وكمان بيجمع عدد كبير منهم في مكان واحد وفي وقت واحد بفلوس يا كلاب. بس الزمن بيدوس على وشها نتيجة العمر، وان في عشرات من البنات الصغيرة والأجمل بيتنافسوا على مكانها، وبالتالي الشخص ده بعد ما يشبع منها اكيد هيشوف غيرها، لان اكيد في بنات احلى هيحلوا مكانها. فتقوم ايه بقى؟ دور على البيتا، الشاب الغلبان الشقيان المتسامح مع نفسه، اللي بيسعى يكون اسره وحياه مستقره، اللي مش هيفرق معاه تجعيده بانت في وشها، هيتحمل تقلباتها وقرفها وهرموناتها، اللي ممكن يكون جزء منها نجم عن مشاكل نفسيه وعصبيه سببها لها الالف. بمعنى أصح، النقص اللي حسسه لها الألفة. وبما إنها عندها خبرة أكبر هتقدر ترسم الصورة اللي يتمناها البيتا. هو شايف إن دي أم عياله وإن هي هتعرف تكون أسرة معاه وهتلبي رغباته. ومن هنا بقى بيتا يقع في المصيدة وخلاص تملكه بين إيديها، ويبتدي بقى يرضي غرورها واحتياجاتها. هو لقى الاستقرار وهي بقت عارفة إن مفيش أي منافسة مع أخريات. خلاص البيتا الجزء الناقص لقاه. طب هتقولي الحل إيه في إن أنا ما أكونش بيتا؟ صح؟ أكيد السؤال ده جه على بالك. هقول لك أول حاجة إن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن دينك أعطاك معايير تقدر من خلاله إن أنت ما تبقاش شخص بيتا، تبقى ألفا وملك الألفا، وإداك معايير في إنك أما تيجي تدور على بنت تلاقي فيها مواصفات معينة. إزاي هم قالوا لك إن المتدينة والمحترمة أو اللي ما عندهاش خبرة شخصية معقدة مش هتبسطك ولا هتديك اللي أنت عايزه، وإنها هتتعبك، وإن برضو أهلك عندهم خبرة عنك فساعات بيبقى عندهم آراء صح في شريكة حياتك، إن جزء من إحساسهم ممكن يبقى صح. فأكيد مش محتاج أقول لك إيه هي المعايير الدينية والمجتمعية اللي ممكن تختار بيها شريكة حياتك، لأنك أكيد فاهم. بس أعرف إنك مهما تكون مفتح وارد تكون بيتا. سلام.